الكومنتات كلها عبارة عن الانجليزي، اعملي فيديو للانجليزي، مستوانا وحش في الانجليزي، كنا بنذاكر في الانجليزي ولكن الامتحان جه صعب وما عرفناش نحل وغلطنا كتير جدا في الترم الاول. وكمان كمية كومنتات رهيبة جدا عن الانجليزي لدرجة ان انا اتفاجئت جدا. انتوا شايفين كده كمية كومنتات رهيبة جدا وانا اتفاجئت الصراحة، وكنت لازم اعمل لكم الفيديو ده، فقررت ان انا اخدكم معايا النهارده وانا بذاكر كورس الانجليزي وبتعلم كمان لوحدي. زي ما هتشوفوا كده دلوقتي انا بحاول تاني اتعلم وارجع تاني احفظ واذاكر فروع الانجليزي كلها عشان اعلي مستواي في الانجليزي، وكمان اقدر ارجع تاني اتكلم واكتب انجليزي كويس. والمره هقول لكم على اهم النصائح اللي انتم المفروض تعملوها والحاجات اللي هتعلي مستواكم الترم ده في الانجليزي وهتخليكم تجيبوا درجه عاليه جدا في الانجليزي. وطبعا الطريقه دي مجربه وجربتها لسنين طويله جدا، وباستخدام نفس الطريقه دي الحمد لله ان انا مستواي كويس جدا في الانجليزي، وقدرت ان انا اعلي مستواي وكمان بطور مستواي باستمرار في الانجليزي. في الفيديو ده هنتعلم ازاي نتجنب اخطائنا في الترم الاول، وازاي نذاكر الانجليزي بذكاء ونقفله كمان في الترم الثاني، وهنعرف ازاي نذاكر كل جزء في الانجليزي ونخصص له وقت محدد، وكمان ما نهملش اي جزء في الانجليزي. قبل ما ابدا الفيديو اعملوا لايك للفيديو ده وتاكدوا ان انتم مشتركين في القناه، ولو انتم مش مشتركين في القناه انزلوا اشتركوا حالا واعملوا لايك للفيديو ده عشان يوصلكم كل جديد. وما تنسوش كومنتاتكم الجميله اللي بتفرحني كتير جدا وكمان بتهون عليا وبتخليني دايما اعمل فيديوهات كتير، وكمان الكومنتات بتاعتكم هي اللي بتخليني اعمل الفيديوهات دي، لاني باخد الافكار او الحاجات اللي انتم بتطلبوها كتير في الكومنتات وبعملها في الفيديوهات. فما تبخلوش علينا بالكومنتات لانها مفيده جدا لينا كلنا. ويلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. طبعا الانجليزي زي ما انتم عارفين بيعتمد على حفظ كلمات كتير جدا وكمان جمل كتير، ده غير انك لازم تكون بتعرف تقرا وتترجم كويس، لان ده هيفيدك جدا وهيفرق في مستواك ودرجاتك. عشان كده لازم تحفظوا كلمات كتير جدا، ولو مش هتذاكروا غير حاجه واحده دلوقتي في الانجليزي خلوها الكلمات. ابداوا الاول بمذاكره الكلمات لانها بتفرق في مستواكم جدا. اي كتاب خارجي بيكون مليان كلمات، عاوزاكم الترم ده تحفظوا كلمات وجمل كتير جدا من الكتب الخارجيه اللي معاكم، لان الكلمات هتساعدكم في حل الاختياري وكمان الحل القطع والباراجراف، لانهم بيعتمدوا على الترجمه وحفظك للكلمات والجمل الكتير. وهتعرف كمان تتمكن من القطع والباراجرافات كويس لو حفظت كلمات كتير جدا، لان عشان تحل القطع كويس لازم تكون بتعرف تترجم كويس ويكون معاك حصيله لغويه كبيره، وعشان كمان تكتب باراجرافات لازم تكون حافظ كلمات كتير ويكون عندك جمل كتير جدا تعرف تكتبها كويس. فابداوا زي الشاطرين كده، هاتوا اي كتاب خارجي معاكم وابداوا احفظوا منه كلمات كتير جدا، سواء بقى كلمات على الدروس اللي فيه او الوحدات او كلمات خارجيه من اي كتاب معاكم، عشان ده يساعدكم ان انتوا تتدربوا على حفظ كلمات كتير. وعشان تقدروا تحفظوا اي كلمه او اي كلمات عموما لازم تعرفوا تنطقوها كويس جدا وتعرفوا كمان تقراوها لوحدكم. عشان كده حملوا اي تطبيق من جوجل تترجموا وتنطقوا بيه الكلمات. انا شخصيا بستخدم يو ديكشنري، جميل جدا وبينطق الكلمات بطريقه كويسه. تقريبا ده اختصار اسم التطبيق، وكده انا هسيب لكم صوره التطبيق قدامكم على الشاشه وكمان تقدروا تحملوه، وكمان اقترحوا علينا في الكومنتات اسماء تطبيقات بتترجم او بتنطق الكلمات صح. التطبيق ده جميل جدا وسهل الاستخدام وبينطق الكلمات بطريقه كويسه وسهل ان انتوا تسمعوه وتقلدوا وراه على طول. بعد ما تعرفوا نطق الكلمه الصحيح تبداوا في كشكول خارجي وتكتبوا الكلمات اكتر من مره لحد ما تثبت معاكم. انا ممكن افضل اكرر كتابه كلمه واحده في صفحه او في صفحتين عشان ما بتكونش راضيه تثبت معايا بسهوله، وده طبيعي جدا. عادي ان انت تكرر الكلمه اكتر من مره لحد ما تثبت معاك، خاصه لو كانت الكلمه طويله ممكن تقسمها على مقاطع وتحفظها كويس. بدايه مذاكرتك للانجليزي الترم ده بذكاء هتبدا طبعا من مذاكرتك للكلمات، لانها هتحل لك مشاكل كتير جدا ومش هتعرف تتعامل مع باقي الفروع من غير الكلمات، فلازم تقوي نفسك في الكلمات ويكون عندك حصيله كبيره جدا منها، لانها هتحل لك نص مشكلتك في الانجليزي. وزي ما انتم شايفين كده انا بكتب الكلمات كتير جدا عشان تثبت معايا وعشان احفظها اكتر من مره، وكمان بسمعها لنفسي عشان تثبت معايا. لازم يكون عندكم كشكول خاص بيكم للكلمات عشان تكتبوا فيه الكلمات الجديده دايما وكمان تراجعوا عليها باستمرار. نيجي بقى للباراجراف. الباراجراف طبعا لازم نحفظ كلمات كتير جدا برضو وجمل برضو كتير جدا، لانها تساعدكم في كتابه الباراجراف بشكل كبير، وفي طريقه هتضمن لك الباراجراف في الامتحان ايا كان نوعه او جاي على ايه بالظبط. واول حاجه في الطريقه دي هي اننا هنبدا نشوف عندنا كام وحده في الترم ده، ونبدا كمان نحدد موضوع كل وحده من الوحدات الاساسي، سواء بقى كان الموضوع الاساسي للوحده دي هي الرياضه او القراءه او استهلاك السوشيال ميديا. مثلا لو عندك 5 وحدات في الترم ده هيبقى عندك مثلا 5 باراجرافات لازم تكون بتركز عليهم وبتعرف تكتب جمل كتير فيهم، وعشان كده لازم تتعرف على كلمات الوحده الاساسيه، لان دي هي الكلمات اللي انت هتستخدمها في كتابه جمل الباراجراف. ممكن كمان تستخدموا طريقه اسهل من دي بكتير في مذاكره الباراجراف، وهي انكم تذاكروا الباراجرافات الجاهزه اللي بتكون موجوده في كل وحده. دوروا عليهم في الكتاب في كل وحده هتلاقوهم، لانهم هيختصروا عليكم كتير جدا. واهتموا كمان بالباراجراف لانكم بتهملوه طول الترم وبعدين ترجعوا تزعلوا تاني ايام الامتحانات، لان الباراجراف عليه درجات كتير جدا من درجات الانجليزي. وانا كمان هسيب لكم لينك فيديوز بتتكلم عن ازاي تكتبوا الباراجراف بطريقه صح، وهسيب لكم اللينك بتاعها في وصف الفيديو ده، ابقوا شوفوه في اخر الفيديو. بالنسبه للجرامر فده عاوز فهم ومذاكره على طول في نفس اليوم، لانه حرفيا بيتبخر بسرعه وبيطير، عاوز مثلا يثبت معاك في نفس اليوم اللي انت اخدت في الحصه. عشان كده مبدئيا في بدايه الترم ده ما ينفعش تراكم الجرامر ابدا، لازم تذاكروا اول باول بعد الحصه على طول، ونحل اسئله كتير عليه وكمان تراجع عليه باستمرار. يعني لازم تذاكروا بعد ما تيجي من الدرس على طول، ومره كمان قبل ما تروح الحصه الجايه وتراجع عليه قبل ما المدرس يسالكم فيه في الحصه. عشان كمان يثبت معاك اكتر لازم تراجع عليه اسئله محلوله كتير جدا، لانها هتساعدك ان انت تثبت المعلومه. وعشان انا قلت لكم ان الجرامر محتاج فهم باستمرار وكمان تطبيق عليه، فانا جبت لكم شويه قنوات في الفيديو ده هتساعدكم ان انتوا تذاكروا الانجليزي وكمان تراجعوه باستمرار وتحلوا كمان عليه. واول قناه تساعدنا ان احنا نقفل الجرامر ونفهمه كويس من اليوتيوب هنا وباسهل طريقه للشرح هي قناه مستر عمرو
عمرو رجب. القناه دي بجد عليها كميه شرح لكل الوحدات، وكمان الجرامر مبسط جدا وطرق بسيطه جدا للشرح، وكميه فيديوهات كبيره جدا جدا هتقدروا ان انتوا تستفادوا منها وتقفلوا كمان الجرامر. كمان هتساعدكم في فهم الانجليزي بوجه عام، لانها بتحل كتير جدا وهتلاقوا عليها حل اسئله على المنهج باستمرار طول السنه. تاني قناه معانا هي قناه جوده شرحها عاليه جدا، وبرده عليها مراجعات كتير جدا وشرح طول السنه، وكمان شرح للجرامر والباراجراف وكل حاجه هتلاقوها باستمرار عليها. القناه دي اسمها انجليش ويز ياسمين. القناه دي الصراحه انا متابعاها وبشوف كل الفيديوهات بتاعتها جميله جدا، وكل الوحدات بتنزل عليها. اهم من ده كله انها بتنزل مثلا مراجعه شامله للوحده، سواء بقى اهم الكلمات او الجرامر او كمان الباراجراف او اي حاجه مهمه او اي تريكات مهمه بتنزلها على اساس ايه، انه مثلا مراجعه شامله على الوحده الاولى مثلا او الوحده الثانيه او الوحده الثالثه. لو المراجعات الشامله وكل حاجه انتوا عاوزينها على القناه، فباذن الله هسيب لكم اللينك بتاعها في وصف الفيديو. ثالث قناه معانا وهي قناه الخطه التعليميه. الخطه التعليميه طبعا كلنا عارفين انها عليها شرح لكل المواد. ثالث قناه معانا وهي قناه الخطه التعليميه. قناه الخطه التعليميه عليها شرح لكل المواد، وشرح جودته عاليه جدا جدا. مش بس الشرح ده للانجليزي، ده لكل المواد زي ما قلت لكم، يعني ممكن تستفادوا منها للانجليزي وللرياضه وللعلوم ولكل المواد، لانها دايما بتعمل اسئله وكمان مراجعات شامله على كل المواد باستمرار، فهتقدروا ان انتوا تستفيدوا من كل المواد حتى لو ما بتاخدوش اي دروس. فالفيديوز اللي على القناه دي هتفيدك في انك تفهم شرح المنهج باستمرار، وكمان تحل تدريبات عليه، وكمان انك تراجع على الوحدات وتحل امتحانات شامله. وطبعا مش في الانجليزي وبس، ده في كل المواد، يعني مش هتحتاج ان انت تبذل مجهود كتير، وكل ده فيبقى في مكان واحد. بالنسبه للجرامر بقى جبت لكم شويه قنوات اضافيه شارحين كل الجرامر اللي ممكن يخطر على بالكم في الانجليزي. القنوات دي اللي عاوز يتاسس في الانجليزي صح ويتعلم كتير جدا عن الجرامر. انا شخصيا بسمع منهم دروس جرامر لما اكون محتاجه ان انا افهم حاجه معينه. اول قناه معانا وهي قناه دروس اونلاين. انا عارفه انك مثلا هتقولي ان القناه دي بس عليها تطوير ذات او تنظيم وقت او كده. احب اقول لكم ان القناه عليها عدد كبير جدا من فيديوهات شرح الجرامر للاعدادي مثلا او للثانوي، وكمان اي حد عاوز يستفاد يعني من انه يفهم دروس جرامر او اي ازمنه. موجود عدد كبير جدا من الفيديوهات على القناه هتقدروا ان انتوا تستفيدوا منه. هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن. برضو القناه برضو عليها عدد كبير جدا من كورسات الجرامر، وعليها عدد كبير جدا من الفيديوهات اللي بتاسسك في الانجليزي. بصراحه القناه دي عليها تاسيس من الصفر. هي قناه ذا امريكان انجلش. القناه هتقدر تستفيد منها في كل فروع الانجليزي، وكمان هتلاقي مستر ابراهيم عادل شرح جميع الازمنه والقواعد على القناه، حتى لو انت مش حافظ ABC. حتى هتلاقي لها كورسات على القناه وحلقات ما تعديش ال10 دقائق هتاسسك وتساعدك في الانجليزي من الصفر. القناه دي ساعدتني كتير جدا في الانجليزي، وبصراحه انا كان مستواي ضعيف، فبدات ان انا اسمع حلقات من على القناه دي، وبدات الحمد لله ان انا اتعلم شويه، وان انا كمان مستواي يعلى واعرف اقرا كويس واعرف كمان اكتب. وزي ما انتم شايفين كده لحد دلوقتي انا بسمع لمستر ابراهيم عادل، وكمان بسمع الكورس بتاعه، وكمان بسمع فيديوهات كتير جدا من على القناه بتاعته لحد دلوقتي. وبصراحه القناه دي بتساعدني كتير جدا جدا في ان انا اتعلم، وان انا اعلي مستواي، وان انا كمان اتعلم منطق كويس، او ان انا كمان اكتب انجليزي كويس، وكمان الاكسنت بتاعتي بتتحسن لما انا بسمع فيديوهات كتير من على القناه دي وبطبق اللي انا بسمعه. الفيديوهات مختصره جدا ووقتها قصير، وده بيساعدني بالذات لاني شخص مش بحب ان انا اقعد كتير جدا اسمع كلام، او ما عنديش طاقه ان انا اقعد اسمع كتير. فالفيديوهات قصيره ومفيده في نفس الوقت، وبتديك الخلاصه في وقت قصير. عشان كده بحب الفيديوهات دي جدا وبسمعها بكميه كبيره. زي ما انتم شايفين كده انا بدات ان انا اسمع اهم الكلمات. سمعت حلقه بتتكلم عن اهم الكلمات، وبدات ان انا اكتب الكلمات ورا المستر ابراهيم عادل، وكمان بدات بعدها ان انا اسمع جرامر. سمعت طبعا فيديو عن الماضي البسيط. انا من زمان ما سمعتش جرامر بالسهوله دي، وكمان ما حاولتش ان انا اطبق او افهم بالطريقه اللي انا شفتها في الفيديو، لان الفيديو شرح الموضوع ببساطه جدا، تحس ان هو سهل جدا جدا عن اي مره سمعتها فيها. طبعا لازم يكون معايا كشكول المخصص للكورس عشان اكتب فيه كل كلمه المستر بيقولها، وكمان الخص بايديا عشان ابقى فاهمه انا كاتبه ايه، او ان انا ارجع له تاني لما عاوز ان انا اذاكر. انتوا كمان القنوات دي هتساعدكم جدا جدا في الانجليزي، ولو وقفت عليكم اي حاجه في الانجليزي هتلاقوها على القنوات دي. المهم ان انتوا ما تراكموش حاجه عليكم طول الترم ده، وتذاكروا باستمرار وتحلوا كمان، وتحاولوا تطبقوا دايما على المعلومات اللي انتوا بتاخدوها، الدنيا كده تكون سهله وبسيطه بالنسبه لكم، وكل حاجه موضحه بالنسبه لكم. وهسيب لكم لينك القنوات ولينك الفيديوهات اللي انا رشحتها في الفيديو ده تحت في صندوق الوصف، فما تقلقوش كل حاجه هسيبها لكم بالتفصيل في الوصف بتاع الفيديو ده. نيجي بقى القطع زي ما قلت لكم عاوزاكم تحفظوا كلمات كتير جدا، وتحلوا قطع عليها باستمرار، وتحفظوا اي كلمه جديده تقابلكم في القطعه دي، وتدربوا على حل القطع والقراءه اكتر من مره، وحلوا اسئله كتير جدا عليها، وهتكون سهله معاكم باذن الله. ركزوا كمان على قطع كل وحده والتدريبات الشامله اللي موجوده في كل وحده، لانها بتكون مهمه وهتلم لكم قطع المنهج كلها. وكمان اعملوا كشكول مخصص لحفظ الكلمات، ان انتوا تكتبوا فيه كل الكلمات المهمه او اي كلمه جديده بتقابلكم، وان انتوا كمان تراجعوا منه باستمرار على الكلمات اللي انتوا بتذاكروها في كل المنهج. كمان اعملوا كشكول مخصص للجرامر، ان انتوا تكتبوا فيه كل الجرامر وكل القواعد اللي عندكم في المنهج، وتراجعوا كمان منه باستمرار، بحيث يعني يبقى عندكم ملخص بخط ايدكم لكل منهج الجرامر اللي عندكم، ان انتوا تراجعوا منه او تذاكروا منه باستمرار. الترم ده عاوزين نبدا مع بعض ان احنا نعلي مستوانا وما نستسلمش، وكمان نحاول بكل طاقتنا ونذاكر بذكاء عشان نقدر ان احنا نعلي مستوانا في اي ماده احنا عاوزينها. بقى المواد اللي احنا وقعنا فيها في الترم الاول، وعاوزه كمان اقول لكم انكم بايدكم ان انتوا تغيروا مستواكم ومجموعكم من اللحظه دي. ابداوا من اللحظه اللي احنا فيها دي، وانووا النيه وما تضيعوش اي وقت، واستمروا استثمروا كل لحظه انتوا فيها عشان تعلوا مستواكم، لان الترم الثاني قصير. وافضل
افضل طريقه لمذاكره الانجليزي في الترم ده هي الكتابه والقراءه، يعني لازم تقراوا الدرس كويس بصوت عالي وواضح ويكون معاكم قلم وتعلموا على الحاجات المهمه، وبعدين في كشكول خارجي وتبداوا تذاكروا وتبداوا تكتبوا القطع اللي في الدرس بعد ما قراتها كويس عشان الكلمات تبدا تثبت معاكم وايدك تاخد عليها في الكتابه. وده كمان هيسهل عليك لما تبدا ان انت تحفظ الكلمات اللي في المربعات بتاعه الدرس، لانك اكيد هتكون عرفت معناها من القراءه، وبعد كده هتبدا تدخل بعدها على كلمات الدرس بالورقه والقلم وتكتب الكلمات اكتر من مره، وبعدها تبدا تسمع وتخبي على الكتاب لحد ما تتاكد انك حفظتها، وبعدين بقى تدخل على تدريبات الدرس وتحلها على طول كلها، وبعد ما تحلها لوحدك تبدا تراجع عليها وتشوفها صح ولا لا. اما بقى بالنسبه لطريقه مذاكره الجرامر فانت لازم يكون معاك كشكول طول الترم ده تلخص فيه كل دروس الجرامر، وكمان تذاكر منه وتكتب فيه كل ملاحظات. ما تروح من الحصه على طول لازم تذاكر الدرس. لو لقيت بقى نفسك مش فاهم الدرس ولا عارف تحل تبدا تفتح تليفونك زي الشاطر كده وتبحث عن الدرس اللي انت عاوزه من على اليوتيوب، وعلى طول ابدا اسمع الشرح واكتب التلخيص عشان التلخيص ده يساعدك ان انت تحل وتفهم الدرس. وكمان حاول ان انت تعمل على طول ملخصات لنفسك بخط ايدك، حتى لو انت خطك وحش هتعرف ان انت تفهم منه وهتذاكر منه كويس جدا، وكمان حصيلتك هتبقى عاليه اعلى من اي حاجه تانية او اعلى من اي مصدر تاني انت بتفهم منه او بتذاكر منه. ودي كانت الطريقه اللي انا بستخدمها في دراسه الانجليزي وكمان الكورسات اللي انا باخدها سواء بقى في الدراسه او كمان حتى في تطوير نفسي في الانجليزي. حبيت النهارده ان انا اشاركها معاكم لانها هتوفر عليكم وقت كبير جدا وهتساعدكم ان انتوا برضو تعلوا مستواكم في الانجليزي، وده طبعا عن تجربه زي ما انتوا شفتوا معايا في الفيديو. وانا استخدمت الطريقه دي في الاعدادي وكمان في الثانوي وجابت معايا نتيجه كبيره جدا وفرقت في مستوايا كتير قوي. كنت بحفظ الكلمات بنفس الطريقه اللي انا قلت لكم عليها، وكنت كمان بقفلها وعمري ما نقصت في الكلمات او نسيت اي كلمه انا حفظتها، لان الطريقه دي بتفكرني دايما بالكلمات حتى لو انا حفظتها من وقت طويل جدا وما رجعتش عليها، برجع تاني اطبق نفس الطريقه وبتثبت معايا الكلمات وبعرف اسمعها كويس. وطبعا ده بيخلي مستواك يعلى اكتر واكتر وخصوصا في الترجمه، وده سؤال طبعا اساسي في الثانويه العامه، فانتوا كمان اكتبوا كتير جدا عشان ايدكم تاخد دايما على الكلام ويثبت معاكم. وكمان الجرامر زي ما قلت لكم طبقوا كتير على قواعد الجرامر وشوفوا امثله كتير جدا عشان تساعدكم ان القواعد تثبت معاكم. كمان حلوا تدريبات شامله على الدرس كامل والجرامر وصححوا لنفسكم دايما عشان ده هيساعدكم اكتر ان انتوا تعرفوا ايه الجزئيه اللي انتوا واقعين فيها. كمان المراجعه المستمره على الكلمات اللي انتوا حفظتوها هتساعدكم دايما انكم ما تنسوش اي كلمه في المنهج او اي قاعده انتوا خدتوها. المراجعه هتساعدكم تلموا كل حاجه في الوحده دايما، فعشان كده اعملوا مراجعه شامله على الوحدات باستمرار. اي كلمه جديده تقابلكم اكتبوها كتير جدا لحد ما تحفظوها، وكمان اكتبوها في الكشكول اللي معاكم عشان دايما تراجعوا عليه عشان توصلوا لاخر الترم وانتوا حافظين كلمات كتير جدا فتعلي مستواكم في الترجمه وكمان حل القطع وكتابه البراجراف. وكمان لازم تحلوا تدريبات كتير جدا كل اسبوع عشان ده هيطور من مستواكم وهيخليكم تجيبوا درجات عاليه باستمرار، وكمان هيزود سرعتكم في حل الاسئله. بدل ما كنتم مثلا بتذاكروا ببطء هيخليكم تحلوا اسئله كتير وكمان تراجعوا بسرعه، وبكده تكون انت عرفت تحقق الهدف بتاعك من المذاكره وهو انك تعرف تحل اسئله كتير جدا على المنهج اللي عندك. وده اختصار بسيط للطريقه اللي انا اتكلمت عنها في الفيديو. اول حاجه بتجيب شرح من اليوتيوب من اي قناه بنفهم منها، وانا رشحت لكم قنوات كتير جدا تقدروا ان انتوا تجربوها وتعرفوا ايه اللي بيتناسب معاكم، وبعدين تختاروا الشرح المناسب ليكم، وبعدين نكتب ورا المستر في الكشكول الخاص بالكورس، وبعدين نحاول ان احنا نطبق كل اللي احنا ذاكرناه، وبعدين نبدا نراجع كويس على اللي احنا خدناه في الحلقه، وبعدين تكتبوا كلمات كتير جدا، وبعدين تبداوا تسمعوها لنفسكم بالقراءه وبعدين الكتابه، وكمان بعدها تبداوا تسمعوا حلقه جرامر وتحفظوا القاعده كمان، وبعدين تبداوا تحفظوا تصريفات الافعال لانها اساس حل الجرامر والازمنه، وبعدها تحلوا تدريبات كتير جدا على الجرامر عشان تتاكدوا ان انتوا فاهمين الدرس وكمان تثبتوا المعلومه في مخكم. وكل كلمه جديده طبعا زي ما انا قلت لكم بكتبها في كشكول خاص بيها وبراجع عليها وبحفظها كويس جدا. والجرامر كمان ليه كشكول خاص بيه بلخص فيه القواعد من ورا شرح المستر بايدي، وكمان بيكون مرجع ليا ان انا اذاكر منه وراجع وانا بحل الاسئله كمان. ولو عاوزه كمان اطور من الانجليزي بتاعي اكتر في القراءه بجيب كمان حد بيقرا من على اليوتيوب وبعدين ابدا اقرا بعده على طول، وده بيخليني انمي من مخارج الحروف عندي، وكمان القراءه بتاعتي بتتطور كل ما بقرا اكتر او بشوف حد انه بيقرا قدامي. وده كان ملخص لاكتر طريقه انا بستخدمها في مذاكره الانجليزي وفرقت معايا في مستوايا. اتمنى ان انتوا تطبقوها وتستفيدوا منها، واكتبوا لي رايكم في الطريقه دي في الكومنتات، وايه هي اكتر ماده حابين ان احنا نتكلم عنها الفتره الجايه في الفيديوهات. وزي ما قلت لكم اكتر الكومنتات اللي بتيجي على اي ماده انا باخدها وبعمل منها على طول موضوع للفيديو اللي جاي، فاكتبوا اكتر ماده ان انتوا حابين ان احنا نتكلم عنها الفتره اللي جايه، لاني باخد من الكومنتات بتاعتكم وبعمل الفيديوهات اللي انتوا عاوزينها. وبس كده، لو وصلتوا لحد هنا اعملوا لايك للفيديو ده وشجعوني كتير جدا في الكومنتات، لان كومنتاتكم زي ما انتوا عارفين بتفرق معايا جدا وبتشجعني. وما تنسوش تشتركوا في القناه لو اول مره بتشوفوني عشان يوصلكم كل جديد، واشوفكم على خير في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.